الشيخ أشرف، يمكن احنا لو سألنا أي واحد مسلم أنا بتحب النبي، في واحد مسلم مهما كانت درجة إسلامه أو درجة إيمانه، مهما كان مقصرا، لو سألناه السؤال هذا صريح بتحب النبي؟ الإجابة نعم، هيقول لك طبعا وأنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أتوجه الآن في اتجاهين. الاتجاه الأول عايز أعرف المشاهد بحب الصحابة لرسول الله إزاي كان، ما هو ما كانش مجرد كلام. الصحابة لما حبوا النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت صور يعني رائعة، اللي كان بيفديه بنفسه، واللي كان يفديه بماله، والذي كان ينفق عليه يعني، واللي كان ما بيتحملش يبعد عنه زي سيدنا ثوبان لا يتحمل أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام لحظة وكده. صور معينة لو حبينا نعيش المشاهد أهدوا حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في صورة عملية. لعلي يعني قرأت شيئا في قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعلي أضيف نقطة بس بسيطة في يعني تمام. ترجمة لهذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر، كما في صحيح البخاري. أخذ بيد عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا النوع من التعامل، إن يمسك إيده كده وهو ماشيين فيها قرب وحب. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. الله. فالثمان حاجات دول أصناف أهم أصناف. نعم، أهم حاجة في حياة كل إنسان. قعد سيدنا عمر بن الخطاب يقيس المسألة، يحمل ميزان. إن كان آباؤكم، طب النبي أحسن ولا أبويا؟ النبي، خلاص. وأبناؤكم، ابني ولا النبي؟ النبي، خلاص. وأزواجكم، طب زوجتي ولا النبي؟ النبي. عمال يعلم على مثل كل ما يخلص حاجة. وعشيرتكم، طب تمام. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كله تقدم النبي في كل الأمر. الله. قال بعض أهل العلم إلا أن عمر بن الخطاب لم يخطر على باله ولم تحدثه نفسه أن يعقد مقارنة بين حب نفسه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخطر على باله ذلك، كان متصور دي خارجة بعيد عن المقارنات، مش عنده. فلما كثر فكر عمر في ذلك أخذ النبي بيده وهو خارج من المسجد. فسيدنا عمر والله كان يطلع النبي على ما في نفوس بعض. سيدنا عمر الشعور عنده، واحد يمسك واحد في ايده كده وبتاع، فعايز يعبر، عايز يقول انا بحبك. يعني عايز يعبر كده. فقال له بص، قال والله يا رسول الله انك لاحب الناس الي الا عن نفسي. سيدنا عمر لما قال الا عن نفسي لانه صادق النية فيما ذكر، لانه حينما كان يقارن او يعقد المقارنات لم يحدث ان عقد مقارنة بينه وبين نفسه وبين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون والذي نفسي بيدي لا يؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. زي ما قال فضيلة الدكتور من نفسك التي بين جنبيك، زي ما تفضل أستاذنا الدكتور محمد وأشار إلى ذلك. فسيدنا عمر بن الخطاب سكت هنيهة زي ما حضرتك تفضلت وقلت إني ما قالش رد على طول، لا ده هو وقف لحظة كده يعقد مقارنة فيما بين نفسه وبين حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب نفسه. فقال له والله يا رسول الله إنك لأحب الناس حتى عن نفسي. قال الآن يا عمر، طبعا زي ما تفضل أستاذنا الدكتور محمد وقال الآن اكتمل إيمانك يا عمر. ذهب اتجاه آخر من بعض أهل العلم، قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الآن أحسنت تعبيرا عن نفسك يا عمر. الله. يعني أنت أحسنت في التعبير عن نفسك، أنت كده عرفت تعبر التعبير الدقيق والصحيح في هذه المسألة. شوف الجزئية دي، إن واحد من الصحابة يقعد يقارن بين محبته ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه صورة تبين هذا. الصحابي الذي دخل أو غفل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فراح فجأة فوق كده النبي ما لقاش النبي أصلا، افتقده عليه الصلاة والسلام، فصار يبحث عنه، فعلم أنه دخل المسجد ليصلي ركعتين. فراح الراجل واقف على المسجد كده على باب المسجد، قال له إيه؟ قال ماذا فعل رسول الله؟ قال صلى ركعتين. قال أين صلاهما؟ هو صلاهم فين حتة بالظبط؟ شوف التعظيم الأوامر، شوف المحبة. أين صلاهما صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما كان يسكن فوق النبي عليه الصلاة والسلام الطابق الثاني، وكان يخشى يخشى أن يمر بقدمه فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إن في سقف وفي كل حاجة. ولما وقع الماء في كذا، صار سيدنا أبو أيوب الأنصاري بملابسه يحاول يجفف هذا الماء حتى لا يتساقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تعبيرات محبة، وتعبيرات المحبة ناشئة من إيه؟ حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. ناشئة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي اتصف بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صفات يمشي بين الناس
في المحبة في المودة حتى في تقسيم النظرات على أصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فلما كان الأمر كذلك كان رسول كانت المحبة الله صلى الله يحب. عليه وسلم. لا بد أن يحب. نعم. يعني لا يمكن أبدا واحد كده يتعامل معه نعم. صلى الله عليه وسلم إلا أن يحبه. صلى الله عز وجل أن يبارك فيكم. وما زلنا إخواننا المشاهدين نوصيكم ونوصي أنفسنا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعايزين نخرج اليوم إن شاء الله من الحلقة بفائدة هامة جدا. هنعبر إزاي عن حبنا لرسول الله بعد ما نعرف حقوقه عليه الصلاة والسلام، بعد أن نعرف حقوقه صلى الله عليه وسلم. ما هو التعبير الصحيح الصادق عن حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟